دايما لما تشوف منظر حلو افتكر الآية دي في السماء أو في الأرض أو في الشجر أو في البحار، في الرمال، في أي حاجة بتشوف فيها صنع ربنا الذي أتقن كل شيء. افتكر الآية دي: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. افتكرها ورضيتها كتير. دايما لما بشوف السما، انا بحب السما قوي، دايما لما بشوف السما شكلها حلو بفتكر الآية دي وبستشعرها قوي. بفتكر الآية دي قوي: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هتفرج والله هتفرج، وإنا لموسعون، وإنا لموسعون. النهارده الفلوج ال41، والنهارده هنتكلم عن تجارة السبوبة. لو عارفين قصة سيدنا يونس عليه السلام، لما كان ذهب مغاضبا بسبب ان قومه ما بيستجيبوش لدعائه، وان هو قاعد عمال يسعى ويجتهد، وقرر ان هو يروح السفينة. ولما راح السفينة وقالوا ان في حمولة زيادة، الحمولة دي بدأوا يشيلوا في حاجات، وبعد كده قالوا لا احنا لازم نشيل في بني ادمين. فجه الدور على سيدنا يونس عليه السلام. فلما نزل في بطن الحوت وقعد والحوت ابتلعه، فالقصه بتاعت سيدنا يونس عليه السلام دي فكرتني بحالنا كلنا: وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. اذ ذهب مغاضبا، كام مره بتنام وانت متضايق، او بتقول الاذكار وانت متضايق ان ربنا مش موفقك وموفق فلان وفلان وفلان؟ كام مره انت بتحس ان انت بتعمل اللي عليك وزياده، بس ما جاش وقتك وما جاش دورك؟ كام مره بتحس ان انت عندك استحقاقيه ناحيه اللي انت بتعمله وناحيه اللي انت المفروض توصل له؟ كام مره بتنام تصحى تصلي الفجر وانت كسلان؟ كام مره بتتكاسل في صلاه القيام؟ كام مره بتتكاسل في اذكارك؟ كام مره بتتكاسل في الحاجات دي؟ النتيجه لان انت مغاضب، بتذهب مغاضب، حاسس ان انت ما خدتش حقك كله، حاسس ان انت ما خدتش اللي انت تستحقه. انا بقى عايز اطلع منها بثلاث حاجات. القصه دي، اول حاجه: ليه ربنا رازق فلان الفلاني ومديله كل حاجه انا بحلم بيها، رغم ان هو اوحش مني بكتير، رغم ان هو ما بيسعاش زي سعي، رغم ان هو فعلا بقى انا بشوف ناس ولا ارزقنا ما لا حيله له، اللي هو ازاي ده واصل للحته دي، ازاي ده عايش في الحته دي؟ كنت بقعد اسال الاسئله دي كتير جدا، بقعد اقول طب ليه يا رب؟ يعني كنا ببقى قاعد مش عارف ليه، يعني المفروض ان انا ابقى في حته تانية وهكذا. فكان في اجابات اللي هي بنسمعها كلها، اللي هي والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، وان الرزق ده مقسوم، وان ال 24 قيراط والحاجات دي كلها. ولكن انا اكتر اجابه ريحتني هي ان ربنا يريد كده. يعني ربنا يريد كده: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض. فراجع انت نفسك، لو ربنا رزقك هتبقى عامل ازاي؟ راجع انت نفسك، لو ربنا فكلك كل الازمات اللي انت فيها دي هتبقى عامل ازاي؟ هل هتكون شخص كويس ولا هتبغى في الارض فسادا؟ تاني حاجه: يونس عليه السلام كان الدعاء اللي نجا منه من الظلمات كان: أن لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. على اي يعني يونس عليه السلام نبي، فانت ازاي انت بتحط نفسك استحقاقيه ان انت عادي، انت كويس ومفيش منك اتنين؟ طب ما تجرب تقول: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا رب انا ظلمت نفسي ظلم كثير، ظلمت نفسي ظلم كبير، ويا رب انا اصلا ما استحقش كل النعم اللي انا فيها دي. جرب انت تحمد ربنا وانت بتحمد ربنا كل يوم مثلا 100 مره. دي عجبتني، يعني ريحتني جدا. احمد ربنا في اليوم 100 مره، وكل مره قول حاجة انت فعلا تستحق عليها الحمد، وشوف حجم النعم اللي انت بجد مش شايفها. تالت حاجة حابب ان انا اطلع منها من القصة دي: ان اكتر وقت ضلمة في الليل هو الوقت اللي قبل طلوع الشمس. فانت لما بتقفل قوي معاك، صدقني النور هيجي قريب. هنكمل يومنا بقى عشان الدنيا ساقعة جدا النهاردة. نكمل يومنا ونتكلم ان شاء الله النهاردة عن تجارة السبوبة. وده ريل مهم، ده فلوج مهم جدا جدا لكل الناس اللي بتسعى ناحية سبوبة، وان هم يجيبوا في بلقاية مرة واحدة، وان هم يدخلوا في سبوبة ويطلعوا منها مرة واحدة. فالفلوج ده مهم جدا جدا. عاش يا مروه على الاستمرارية، حبيت ان انا اشجع نفسي. موضوع النهاردة عن
موضوع النهارده عن تجارة السبوبة، وليه أنا باقول إن هي اسمها تجارة السبوبة أو ده concept جديد أنا اخترعته، ليه؟ لإن بقى دلوقتي في ناس كتيرة جدًا بقت تدخل التجارة بهدف السبوبة. كان في واحد قبل كده صديقي شغال في وظيفة كويسة جدًا وبيقبض مرتب كويس جدًا، بس هو sales manager، فهو كان sales manager يعني بيقبض مرتب كويس وcommission كبير. فالراجل ده كان قال لي حاجة، قال لي: "أنا بالنسبة لي ساعات باعمل ديلات برّه الشغلانة بتاعتي بتعيّشني لمدة سَنة أو سنتين كمان مستريّح." والفكرة في إن طريقة تفكيره صح مش غلط، إلى حدٍ ما أنا بالنسبة لي التجارة فيها نسبة معيّنة من المخاطرة، فالراجل ده نتيجة لشغله ونتيجة للرحلة بتاعته بقى عنده تجارة السبوبة، ولكن أنت ما ينفعش تبقى تاجر سبوبة بس، يعني ما ينفعش يبقى تخصُّصك في المصالح والcommissions والعلاقات والresale، لأ، التجارة رحلة من أول يوم لآخر يوم، والسبوبة بتيجي في نُص الرحلة، يعني السبوبة دايمًا بتيجي حاجة مكملة مش حاجة أساسية. إيه هي أصول تجارة السبوبة؟ الدراسة الجيدة. طيب يعني إيه دراسة جيدة؟ يعني ما ينفعش تكون متسربع، ما ينفعش تكون مستعجل، ما ينفعش تكون واخد قرار أنت مش مالي إيديك منه 100%، قرار مالي. يعني مثلًا أنت شُفت دلوقتي، خلّينا ناخد مثال على نفس الجراب ده، شُفت الجراب ده سعره في السوق 500 جنيه، اتعرض عليك إن أنت تشتريه ب50 جنيه، بس تشتري من ده كمية 1000 واحدة. طيب يبقى هو سعره في السوق 500 ومعروض عليك ب50. لو أنت متسربع وحد جه قال لك خُد بالك ال1000 دول هيروحوا بسرعة وهيتباعوا بسرعة وأنا هابيعهم عشان الوقت وأنا هابيعهم علشان مش عارف إيه، فبالتبعية إيه اللي بيحصل؟ بتاخد قرار ساعات أنت ما بتكونش في قابليتك دلوقتي إن أنت تشتري 50 في 1000 واحدة. ممكن ما يبقاش قابليتك إن أنت تبيع ال1000 واحدة، ممكن ما يكونش قابليتك دلوقتي إن أنت ما درستش الموضوع، هل الجراب ده فيه الquality اللي السوق عايزها؟ هل الجراب ده أنا عندي الزبون بتاعه اللي يقدر إن هو يشتريه؟ فبتروح تشتري الحاجة على أمل إن هي دي اللي هتوديك نقلة تانية، تكسب فيها 10 أضعاف، ففي الآخر قرار متهور. طيب إمتى تعمل تجارة السبوبة دي؟ لمّا يبقى الرقم اللي أنت هتغامر بيه ده ما يكمّلش 5% ل10% maximum من ثروتك، يعني أنت ال50 عشان تشتريهم ب50 جنيه هتشتري 500 واحدة في 50 يعني 25,000 جنيه. فأنت لمّا هتشتري دي ب25,000 جنيه هتشتري منها 1000 واحدة، يبقى أنت ال25,000 اللي أنت هتحطّهم علشان هي سبوبة قدّامك واضحة، يكونوا معاك وما يكونوش أكتر من 10% من دخلك. ده مش كلامي، ده كلام معظم الناس اللي بتغامر في الحاجات اللي زي كده، في البيتكوين، بتدخل في الإيثيريوم، بتدخل في الحاجات اللي هي ليها علاقة بالblockchain، الtech startup، ما بيدخلش بأكتر من 10% ل20% من إجمالي ثروته، ده بقى إيه، أنا باكلمك على ملايين الملايين. فواحد مثلًا ثروته 100.000.000 عادي لمّا ما فيش مشكلة لمّا يشتري مشروع ب10.000.000 و20.000.000 و30.000.000 و40.000.000، ممكن كمان يشتري مشروع ب60.000.000 و70.000.000، ولكن الفكرة إن تجارة السبوبة دي هي اللي بترجّعك لأول الطريق تاني، وهي اللي بترجّعك 20 خطوة لورا. يعني أنت بتبقى شايف إن في فرصة مستعجل عليها، عايز توصل لها بأسرع طريقة بأحسن شكل، فبتختار حل من الاتنين، يا إما تستلف، يا إما كل الفلوس اللي أنت محوّشها أو 50% من الفلوس اللي أنت محوّشها تبدأ إن أنت تدخل في السبوبة بالرقم اللي معاك أو بالرقم اللي مش معاك، بس أنت على أمل إن أنت هتبيع، ففي الآخر بتؤدّي إن أنت بتكون مضغوط وما تقدرش تاخد القرار السليم. فممكن في الآخر تلاقي إن الراجل اللي قال لك إن الجراب ده هابيعه لك ب50 وهو سعره في السوق 500 واشتري 1000 واحدة، تلاقي إن من ال1000 في 200 واحدة مضروبين وبايظين، تلاقي إن أنت أصلًا مش معاك زبون. إن السبوبة دايمًا قايمة على الFOMO الFear of missing out، أنت خايف الفرصة تفوتك. الFOMO مش بس مصطلح بيتقال في الmarketing، هو معظم الناس عشان خاطر اللي هو إيه، شافوا reels جابت على الFOMO views كتير فقال لك FOMO، 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 فهو الFOMO ده مصطلح اقتصادي الFear of missing out. الFear of missing out هي من أكتر الحاجات اللي ممكن نقول عليها هي السبب في إن الناس بتدخل في تجارة السبوبة اللي بتخسر. وده السبب في إن أنا عملت حلقة قبل كده اسمها business قمار، يعني الbusiness ممكن إزاي يتحول لقمار، تدخل في الgambling loop اللي هو بتغامر وأنت مش ضامن النتيجة، بس على أمل إن أنا ممكن أكسب 20 ضعف أو 30 ضعف، فتغامر، 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 فتخسر، فتغامر تاني، فتخسر، فتغامر تاني، فتخسر. وده اللي بيُطلق عليه باسم الloss aversion، اللي هو أنا أكيد مش هاضيّع كل الفلوس اللي أنا صرفتها دي، فبتقعد تصرف تاني، وبتقعد تصرف تاني، وتكمّل في نفس الloop. تجارة السبوبة جزء من الرحلة، بتيجي في الرحلة، ولكن مش هي الرحلة. ما ينفعش تكون اعتمادك الأول والأخير إن هو هوبا رمضان داخل تعالَ نعمل عربية فول،
هوبا العيد داخل تعال نبيع مصليات، هوبا كورونا جت تعال نبيع كمامات. مفيش حاجه اسمها كده. هو الحاجه دي بتحصل لما يكون عندك راس مال تشغيلي تعرف ان انت توظفه كويس، وتعرف ان انت تستخدمه كويس، وما يعديش 10% من دخلك. يعني لو انت مرتبك 10000 جنيه، فما تدخلش في سبوبه باكتر من 1000 جنيه. ليه؟ علشان ما تتسوحش، ما ترجعش تاني مش معاك فلوس وتقعد تضغط نفسك وتضغط اللي حواليك وتضغط رحلتك وتحس ان انت ما بتحققش حاجه على امل ان السبوبه تضرب. فالسبوبه هي خطوه مهمه في الرحله لو انت عندك القابليه وعندك نضاره شايف، عندك رؤيه ان الحاجه دي كويسه، وفي نفس الوقت ما عندكش مشكله انت تخسر الرقم ده. فاهم؟ يعني ما عندكش مشكله انت تخسر الموضوع ده، لان هي سبوبه، حاجه مش في مجالك، مش في تخصصك، مش في رحلتك. في ناس تانية دي رحلتها السبوبه بتاعتك اللي انت شايفها السبوبه دي، بالنسبه للناس دي رحلتها وده شغلها ودي حياتها. فانت داخل تنافسهم في الموضوع ده، فالمنافسه هتكون شرسه وصعبه. فانت لو عندك السبوبه غالبا الحيتان اللي في السوق هياكلوك. صعب قوي يبقى عندك سبوبه انت بس اللي بتعرف تعملها، وفينجر برنت انت بس اللي بتعرف تعملها. فعلشان خاطر تحقق احسن نتائج من اي سبوبه تجي لك الفتره اللي جايه، خطط لها من دلوقتي. يعني خطط من دلوقتي لما بعد رمضان، خطط من دلوقتي لبلاك فرايداي، خطط من دلوقتي لاخر السنه اللي جايه لما الناس تبدا تشتري ديكورات. خطط لها من دلوقتي، وفر لها الميزانيه من دلوقتي، علشان السبوبه مش بالصربعه، السبوبه بالحكمه والتقل والصبر، زائد ان جيبك يكون مليان ومش فارق معاك تخسر او تكسب. وطبعا ده من وجهه نظري التي لا قيمه لها على الاطلاق. ممكن تتفق او تختلف، ولكن ممكن تتفق او تختلف، ولكن تجاره السبوبه ليها اصول. تجاره السبوبه ما ينفعش كل ما تشوف حاجه حلوه تدخل تحاول تاخدها. تجاره السبوبه مش كل حاجه انت شايفها فرصه ممكن تنجح، مش كل فرصة ممكن هي دي اللي حتى لو الجون فاضي مش شرط تجيب جون. فهي كلها أقدار ربنا بيكون حاططها لك، كلها أقدار بيكون ربنا مسببها لك. فأنت بس كل اللي عليك تعمله أنت تاخد بالأسباب. إيه الأسباب؟ أي سبوبة معاك السيولة ومعاك الوقت اللي تعرف تكريت فيه السبوبة، زيها زي أي مشروع. فالسبوبة ما بتجيش اللي هو إيه خبطة مرة واحدة، لأ هي بتيجي بعد خبطات كتير. كان يجي خبطة كبيرة تبقى أنت قادر تستغلها وقادر تستغل الفرصة. واتعلم دايما زي ما بقول في الفيديوز بتاعتي إن الإدارة هي فن إدارة الممكن والمتاح. فكل ما قدرت إن أنت تتحكم في الممكن وتستغل المتاح، كل ما كترت سبوباتك. والله العظيم انا بقول دهب. فلو الفيديو ده عجبك ما تنساش ان انت تعمل لايك وتشترك في القناه وتبعت الفيديو ده لغيرك علشان يستفيد. وانا بنزل كل يوم فلوج، اتفرج على الفلوجز اللي فاتت واستنى الفلوجز اللي جايه. اشوفكم على خير، سلام. Free audio post production by alphonic.com.